في المجال الرياضي، عناصر والنخبة الوطنية لكرة السلة دخلوا في معسكر تدريبي ب 21 لاعبا استعدادا للتظاهرة القارية القادمة في الكوت ديفوار، على أن يتم تقليص اللائحة النهائية إلى 14 لاعبا. المهدي الصوابن. 21 لاعبا من اختيار الناخب الوطني حسن حشاد ومساعده اليثربي دخلوا هذا المعسكر التدريبي، معسكر جاء في خضم العديد من المشاكل والصراعات التي عاشتها الكرة البرتقالية في شق التسيير، صراعات كادت تعصف بالحضور المغربي دوليا ل4 سنوات من طرف الاتحاد الدولي. كاين اللعابه اللي واقفين اكثر من شهرين، كاين اللعابه اللي واقفين اكثر من شهرين ونص باش توجدهم فيزيكمون وتاكتيكمون وتكنيكمون، خاص الوقت 3 أسابيع قليله. كنتمنى ما يكونش الاعطاب اللي اثروا علينا، هذه من ناحيه اخرى. من ناحيه ثانيه، البطوله هذا العام في المغرب بدات معطله في شهر واحد، تقريبا 4 شهور ديال التاخير. المعسكر يحمل طابعا انتقائيا، حيث سيتقلص العدد في المعسكر الثاني إلى 16 لاعبا، وذلك في أفق الحسم في لائحة نهائية ستتشكل من 14 لاعبا. يعني كبرنا معهم وبدينا معهم كرة السلة ملي كنا صغار، اغلبية ديال اللعابة 90% ديال اللعابة تنعرفهم وتعرفوني، والحمد لله الاجواء تتمر في احسن الظروف، ونتمنى والله التوفيق ان شاء الله. النخبة الوطنية ستخوض 3 لقاءات ودية، 2 ضد الكونغو و1 ضد الجزائر، لوضع آخر اللمسات قبل انطلاق الحدث القاري بالكوت ديفوار أواخر غش المقبل.